مساء الخير على الجميع. هذا كمال الرياحي يحييكم من بيت الخيال. اليوم سنفتح موضوع الكتابة، أسئلة الكتابة. من أين يأتي الكتاب؟ من أين تأتي الحكايات والقصص؟ ما هي المراحل الجنينية للكتابة؟ كيف أصبحوا كتابا؟ ما هي المشاكل التي تعترضهم أثناء الكتابة، والنص الأول والنص البكري تحديدا؟ حول هذا الموضوع وهذه الأسئلة سنداور حلقة الليلة من بيت الخيال مع عدد من مبدعين في تونس. على يميني أنيس العبيدي، مرحبا بك. وبك كمان مرحبا. أنيس العبيدي ضيفنا الأول، صاحب رواية جديدة تصدر له أو روايته البكر ليلة التأبين الصادرة عن دار ورقة. طبعا أنيس العبيدي كاتب ومدون ورجل قانون، مرحبا بك. وبك كمان. ان شاء الله يعدى على خير اليوم مع رجل القانون. ان شاء الله. ورجل القانون في مسألة دقيقة جدا، في المسائل العقارية بالأساس. المسائل العقارية بالأساس. مرحبا بك. وبك يعيشك. اللي عنده دار لهنا لازم يصح على أكيد. شوفوا الأملاك. سعداء بأن تكون معنا. وأنا أسعد. مرحبا بك. سنعود إلى روايتك وإلى الكتابة معك، بجانبك صديق كاتب آخر محمد الحباشة. محمد الحباشة مرحبا بك. شكرا على استضافتك. محمد الحباشة إذن صاحب رواية خلدون ميشيل، رواية صدرت منذ أشهر وتحقق نجاحا مهما مثلها مثل ليلة التأبين، صادرة عن دار زينب. نعم، صادرة عن دار زينب. طبعا هو رجل قانون، أنت يعني صاحب إجازة في الإنجليزية. نعم، في الإنجليزية من بوركيبا سكول؟ لا، من جامعة ابن شرف، المعهد العالي للعلوم الإنسانية. معهد ابن شرف. مرحبا بك. شكرا. سعداء أيضا أن تكون معنا والحديث بقي عن خلدون ميشيل. هذا اسم يثير غريب. كما تثير لافايت. مرحبا بك. يعيشك. شكرا. هند الزيادي، سعداء بأن تكوني ضيفة بيت الخيال اليوم. أنا أسعد. عن دار المتوسطية أيضا صدرت لك هذه الأيام رواية بعنوان لافايت. طبعا هذه روايتك الثالثة بعد السجينة، اللي هي في الحقيقة رواية يعني ما تنشرتش، ثم الصمت اللي هي رواية نشرت الثانية، يعني تنشرت في لبنان، ولافايت نشرتها في تونس. يعني احنا مش نبدو نحسبوا لك في المخطوطات نتاعك. بالنسبة لي أنا هذيك الأولى، يعني بما أني نشرتها في تونس يعني عندها مذاق الرواية الأولى. مش نرجعوا للموضوع هذا لأنه في قلب الموضوع. يعني أنت ناشرة رواية اسمها الصمت وتقولي أنه هذه الرواية الأولى. به مرحبا بك. يعيشك. شكرا. بحذاك رجل علم نفس، كان ضيفا معنا في عدد سابق، أيمن الدبوسي. مرحبا بك. عايشك كمان. مرحبا بك. طبعا روايتك نفذت في أعدادها التي وصلت إلى تونس. انتصاب أسود عن دار الجمل. أنت تنتظر أن تعود الرواية إلى تونس؟ أنا ننتظر أنه المكتبات تطلب الرواية، لأنه مش معقول قاعد صاير عشرات الطلبات على الرواية وغير موجودة في المكتبات. جاي معرض الكتاب. تعرف أنه الانتصاب دائما تنفذ من المكتبات حتى من الصيدليات. طيب، في الصيدليات وفي المكتبات. إذا هذه أعمال مثيرة في الحقيقة. سنحاول أن نتقرب منها قليلا، ولكن سنحاول الأكثر أن نتقرب من عالم الكتاب الذين كتبوا هذه الروايات تحديدا. إذا نبدأ موضوع متاعنا وهو حول أسئلة الكتابة. وكانت هذه الأعمال الصادرة حديثا أردنا التعريف بها أولا كذرائع للحديث في موضوع الكتابة. في الحقيقة يعني نتحدث عن أعمال، ولكننا في الغالب لا نتحدث عن الكتاب. هناك دائما لحظة فارقة في حياة الكاتب هي التي دفعته لكي يعتقد، على الأقل يعتقد أنه كاتب أو أنه مشروع كاتب وليس شيئا آخر. أنت طبعا أنيس رجل قانون، درست القانون ربما يعني في حقل يبدو بعيد بعض الشيء،
قررت هذا العام أن تخرج علينا، أن تشهر وجهك المبدع، فما الذي دفعك إلى هذا؟ هو في الحقيقة لكل شيء بداية، وهنالك اللحظة صفر لكل شيء. أي هنالك كما مثل ما نقول بالفرنسية لو طون زيرو اي لو طون موان ان. أي ظهور النص، هنالك أشياء تسبق النص، تسبق الكتابة. هي لحظات ربما لا يعرفها القارئ، وهي فرصة لكشف بعض ذلك الوقت. في بالنسبة لي شخصيا كثرة القراءة، صحيح أني من المجال القانوني، والمجال القانوني هو مجال جاف. مجال جاف، أي أنك مقيد بفصول وبنصوص ولا يمكن أن تتوسع خلافا لذلك. كتبت المقال في المجال في الشأن العام وفي السياسة وفي المجال القانوني وفي تعليق على مشاريع قانونية في مختلف مجلات قانونية مختلفة إلكترونية بالأساس. ثم الواقع يجعلك في بعض الأحيان تقف موقف الشخص الذي يريد أن يظهر ذلك الواقع، أن يكشفه للناس، لأنه الكاتب هو لم يكن كاتبا قبل أن يصدر كتابه، لكن له نظرة. تكتب في مقالات في جرائد عربية. نعم. كان يمكن أن تكشف هذا الواقع عبر المقالات، لماذا اخترت السرد تحديدا؟ طبيعي جدا، لأنه أني نختار السرد هو فيه الخيال وفيه حرية أكثر من أنك تنقل واقعا كما هو، في حين أنك تستعمل السرد ربما لتنقل أفكارا أخرى، أي تصور الواقع كما يبدو في مخيالك وليس كما هو موجود. فالكتابة في المجال القانوني أو على مستوى المقالات هي نقل لواقع مع تحليل ربما فيه يميل أكثر إلى الموضوعية، في حين أنه بالنسبة لأنك تكتب في مجال الرواية أو في المجال الأدبي فأنت حر أكثر. أنت حر في استعمال الكلمات، لا تحتاج إلى انتقاء مثل ما تفعل في كتابة المقال السياسي أو غيره، فإنك تختار الكلمات لأن هنالك أكاديميين قد يحاسبونك على أي موقف قد تختاره في المجال السياسي، في حين أنك في الرواية بإمكانك أن تأخذ المجالات كلها وأن تعبر كما تشاء وأن تكون حرا في تعبيرك. يعني أنت أجبت على سؤال آخر، وكأنك لماذا تكتب؟ يعني أنت تكتب ربما بحثا عن هذه الحرية الموجودة في الإبداع أكثر. نواصلوا ونرجعوا بعد، لأنه هذا عنصر مفصلي. محمد، نحكي عن اللحظة الفارقة التي يعني تكشفت أمامك أنك الكاتب وليس شيئا آخر. هو الساعة أولا أنا قارئ يعني، وعندما بدأت القراءة كنت تلميذ وقتها، ما كنتش أتخيل أني باش نولي كاتب. طبعا لا يمكن أن نكون كتابا إلا عندما نراكم القراءات. صحيح أني كتبت بعض المحاولات ولكن لم تكن موجهة نحو جنس أدبي معين، يعني كتبت في الشعر ربما بعض الخواطر، بعض القصص، ولكن في مرحلة معينة بدأت شخصيات تتكشف في ذهني، تفرض نفسها رويدا. يعني كان هناك كاتب شاب، بعض الشخصيات النسائية، كان هناك هذا الرجل الكهل، رجل مسرح الظل. أي تتحدث عن الرواية. نعم، على رواية خلدون ميشيل. يعني بدأت هذه الشخصيات تفرض نفسها رويدا، ولكن لم أكن أستطيع أن أرى الحكاية التي يمكن أن تجمعهم. حاولت أن نتمثل حكاية ممكنة، قصة ممكنة تجمع الشخصيات، وكانت رواية خلدون ميشيل. وأذكر أنه اللحظة الفارقة يعني يمكن أن أنساها، كنت أقرأ رواية عالم بلا خرائط اللي كتبها بالاشتراك جبرة إبراهيم جبرة وعبد الرحمن منيف. يعني وكأنه معناتها بعد ما كملت قريتها كانت فما طاقة كبيرة لتحويل الحكاية التي في ذهني على أرض الواقع، وكأنه يعني بجبرة إبراهيم جبرة وعبد الرحمن منيف كأنهم قالوا لي الآن عليك أن تكتب حكايتك مثل ما كتبنا معناتها حكايتنا نحن. ممتاز. أنت بالنسبة لي أنا يعني الحكاية مش مختلفة ياسر على اللي تقال. أنا إلى حدود نحكوا على الروايات نتاعكم، هذا شأن آخر يعني.
لا مش باش نحكي على روايتي. كيفاش إلى حدود منتصف التسعينات كنت في عيني نفسي إنسانة عادية كيف أي بنت، نحب المطالعة، نحب كتابة الخواطر، نحب يعني فما أشياء مبهمة في داخلي نفرغ فيها في وريقات وتقعد خاصة. إلى حدود فعلا منتصف التسعينات كانت فعلا هناك لحظة فارقة عندي، تمثلت في إعلان وقتها دار نشر يعني محترمة جدا في ذاك الوقت، على مسابقة دار سيراس، هي أعلنت على مسابقة احتفالا باليوبيل الفضي متاعها تقريبا أو شيء، فدعات الكتاب الشبان أو دعات النشء لأنهم يساهموا في المسابقة هذه، فقلت لي لا نشارك فيها، وكتبت أقصوصة وقتها وشاركت ونسيت الحكايه، وفجاه يجيني جواب يقول لي مبروك انك انت ربحت من مجموعه اللي تقدمت لنا 300 عمل لو مش عارفه العدد الصحيح، فاخترناكم 10 من الناس انت ومجموعه كذا باش نعمل لكم كتيب صغير نخرجوه بمناسبه معرض الكتاب وقت. فيعني صارت لي تساؤل كبير في داخلي، قلت انا اذا كان دار نشر يعني ولجنه وتقويم وكذا وقالوا اني انا ربحت وشافوا قيمه في الحاجه اللي كتبتها، اذا يظهر لي لازمني نتعلم نغزر روحي بجديه اكثر. من وقتها بديت نحاول نشوف روحي شنو، بديت نحاول نكون روحي، بديت نتعامل مع روحي بجديه في قراءاتي، في قراءاتي النقديه، حتى في كتاباتي بديت نفكر فيها اكثر، ما عدتش مستسلمه للتداعي الحر نتاع القلم نتاعي وين باش يهزني. خذيت القرار، تبقى في تنفيذه يعني فما مراحل اني يعني باش نمشي في الطريق اللي انا اخترته وقررت اني يعني ننفذ. ممتاز. انت اذا انت خذيتي المساله الان بجديه، لا بجديه في يعني شخصيه الكاتب هذا لابد ان تغذى جيدا حتى فعلا تنمو هي فعلا بدورها. فعلا. أيمن أنت طبعا مع صدور هذا العمل أكيد هناك إرهاصات لهذا العمل قبل أن يظهر هذا العمل، وأنا أعلم أنك شغوف بالقراءة وبالكتابة وكانت عندك مشاريع قبل ذلك. أريد أن أتحدث عن تلك الفترة ما قبل ظهور روايتك ونشرها. تعرف أنا يعني رغبتي في أن أكون كاتبا، أنا عرفت أني باش نكون كاتب في سن 8 سنوات، وكانت لحظة يعني عجيبة وقعدت نتفكرها يعني حتى لتو، أني كنت في القسم في آخر القسم كنت جالس، ثم انتابني انفعال نوع من الفرح، غبطة خليني نسميها غبطة، وكأني شيء يقول لي أني سأصير كاتبا. كنت في حصة عربية على ما أظن، وكان مثل السر الذي أعرفه أمر أنتظره، كان هناك ثقة كبيرة لأن ذلك سيأتي، ليس الآن، ما نعرفش وقتاش، ما كنت متأكد أنه هذا سوف يأتي. ومن بعد منذ تلك اللحظة، لأنها لحظة فارقة بالنسبة لي، كنت أنتظر قدومها، وكانت دائما تتأجل إلى أن جاءت النصوص اللي أنت تعرف بعضها اللي سبقت رواية انتصاب أسود، وهي كانت نصوص مجهضة خلينا نقول، يعني ما كانتش ترقى لأنها تصلح للنشر. نرجع لك النصوص هذيك اللي حبيت يعني نسألك في فترة من فترات أيضا أنت اهتممت بالموسيقى، وربما ذهبت في الغناء والعزف أكثر منه بالجيتار أو واحد. لو كان الفترة هذه كانت شنو؟ كانت فترة بحث عن هويتك الفنية أو الأدبية؟ صحيح، في سن 16 و 18 يعني جاني نوع من الشغف الكبير بموسيقى الميتال، وكانت يعني كما قلت انت يعني اي مراهق في السن هذاك يحاول انه يلقى هويه متفرده، يحاول انه يكون منشق مختلف. لكن الفتره هذيك اللي كنت فيها يعني مغروم بموسيقى الميتال والميثولوجيا نتاع الميتال والاجواء نتاعها، والعالم اللي هو عالم خاص وعالم كان اللوك نتاعك ميتال، كان شعرك مختلف طويل، كان شعري طويل، كان سروالي مخطع، وكنت يعني حقيقه مثل يعني بوهيميا، يعني شخص بوهيمي يعني. لكن انا ما زلت اجد اثار لتلك المرحله في الكتابه، يعني هي بالعكس هي غذت الشخصيه نتاعي، يعني اعطت نوع من العمق، لانه موسيقى الميتال فيها ميتافيزيقا قويه برشا اللي ما نلقاوهاش في فنون اخرى، وكانت نوع من موسيقى عنيفه، يعني فيها نوع برشا عنف وغضب، وحتى نوع من الميلانكولي، يعني نوع من السوداويه.
واللي نلقاها موجوده حاضره في الانتصاب الاسود ديجا، السواد هذا نعرفوه منين جاي. لكن يقيني كان في سنه 8 سنوات اني ساكون كاتب. وكل الانسان تعرف، كان عندي صديق يقول لي انا متاكد اني باش يجي نهار ونولي غني، ما نعرفش كيفاش اما متاكد اني باش نولي غني. عندك اليقين هذا ميتافيزيقي، يعرف روح باش نولي غني. انا كان عندي يقين اني باش نكون كاتب، لكن ما عادش عارف وقتاش. لكن وعشت بالثقه هذيك، حتى لو جات احيانا فترات وين تطفى، وين الخيبات تجعل تكسرك الثقه هذيك، لكنها كانت ديما كنت كالجذوه اللي تعاود تشعل يعني. ممتاز. ايمن يتحدث الان عن انه حتى تجربه المثال والموسيقى هي ايضا ربما كان لها اثرا في كتابته، وربما هذا يدفعنا الى السؤال او المحور الاخر، وهو من اين ناتي بالقصص؟ من اين ناتي بالحكايات؟ احيانا ناتي بها من سيرنا، من تجاربنا، من يعني انيس مثلا. انيس منين نجيب فهم؟ السؤال دائما نتاع الناس نتاع الجماهير عاده تطرح هذا، منين نجيب في الخرافات، منين نجيب في الروايات والقصص؟ هي بالطبيعه القصص هو حياتنا اليوميه، وانت تتجول في الشارع ترى اشياء، ترى شخوص، ثم موروثك، اي فترة اللي عشتها أنت، فترة شبابك، فترة طفولتك، أكيد هنالك شيء راسخ في الذهن. ففي لحظة الكتابة وأنت ترسم ملامح شخصية ما، يتبادر إلى ذهنك شخص قد عرفته في أيامك السابقة، وتبدأ في رسم ملامح تلك الشخصية إلى حد قد يستبد بك في بعض الأحيان، فيجعل يوجهك نوعا ما إلى سرد وقائع قد تكون وقائع قد عشتها، أي أنه قد يهرب بك عن المسار الذي كنت محدده لتلك الشخصية. فطبيعي أنت وأنت تتجول في الشارع ترى شخوصا عديدة، وهذه الشخوص وكل شخص له حكاية، فتستلهم أحيانا نستلهم من أصدقائنا وربما من معارفنا يعني القريبين من المحيط متاعنا. الشخصيات هذه ربما اللي استلهمت منها بعض من يعني من ليلة التأبين. ثم شكون قرأ الرواية منهم؟ موجود. شنو كان رد فعله؟ موجود، وهنالك من قرأ من الأصدقاء رجال القانون وتقلق قليلا، قال إنك صورت كشفته يعني صورت رجال القانون بهذا الشكل. قلت أنا أكتب ما أعرفه عن أشخاص معينين. نعم. قال لي بأن رجال القانون معناها موجود عدد آخر كبير معناها من الناس المستقيمين وغيره. قلت نحن لا نسلط الضوء إلا على الشاذ. صحيح. فالشاذ هو الذي يستهويني للقراءة أنا شخصيا. إذا كان مختلف هو شخص سوي، سوف لن ما الدهشة في ذلك؟ ما الدهشة في ذلك؟ هو سوي، يقوم صباحا، يذهب إلى عمله، يعود مساء، ينام، يستفيق صباحا، فعلى وتيرة واحدة. في حين أن الشاذ هو الذي يجلب الانتباه، هو الذي يثير فيك أسئلة، وإذا أثير السؤال فثمة هي اللحظة التي يتحول فيها تأتي فيها لحظة الكتابة. هو أشهر الشخصيات في السينما وفي الرواية هي الشخصيات الشريرة عادة. أكيد. الشخصيات المركبة أكثر. ربما شعر بذلك لأنه يعني الكتابة فضح أيضا، ربما مرآة تعكس. هي كشف للمستور. طيب باش تحكينا على اصدقائك هذوما باش نهبطوا فيهم ليسته بالقوانين في اطار محمد. منين جاء خلدون ميشيل هذا الاسم الغريب الذي حمل عنوان الرواية؟ في الحقيقة عنوان يثير معناتها خلدون ميشيل، تركيب بين معناتها الاسم العربي والاسم الأجنبي يثير الفضول. يعني ما علاقته بالواقع؟ يعني هو اسم مركب صحيح، ولكن للوهلة الأولى كثيرون يعني من القراء ولا حتى الأصدقاء كي شافوا عنوان الرواية الأولى قال لي معناتها أخي ثم علاقة بين الشرق والغرب، بين ثنائية الشرق والغرب، لكن طبعا أنت تعرف اللي معناتها السبب أبسط يعني من نعم. بالنسبة لي كيف يعني القصص من أين تأتي، نحب نبدأ بدعابة
مرة سلمان رشدي هذا الروائي الكبير طبعا سئل هذا السؤال فأجاب بكل بساطة، قال: القصص تأتي من الأفلام ومن الكتب التي نقرأها. ممتاز. ولكن بالنسبة لي مثل ما قلت قبل قليل، الشخصيات التي تفرض نفسها هي التي يعني تقودك نحو كتابة الرواية. هناك أيضا في حياتنا أحيانا نعيش أشياء ما نفهموهاش، يعني نشوفوا مشاهد ما تسكننا، أحداث تصير ما نفهموهاش، نقابلوا عباد ما نفهموهمش. فإذا كان ما نكتبوش سير ذاتية، على الأقل نصنع حيوات موازية. نعم. لكي نحاول أن نفهم حياتنا الخاصة. طبعا. ولعل خلدون ميشيل نعم. هي ربما ليست سيرة ذاتية، هذا لا شك فيه، ولكن ربما حاولت رسم حياة موازية هكا لما عشته، خاصة في المصادفات التي تؤثر في حياتنا، بعض الأحداث هكذا، بعض الشخصيات النسائية التي تشبه كثيرا بعض الشخصيات الموجودة في الرواية. هذا هو محمد مهم اللي تحكي فيه على أساس أنه الكتابة شكل من أشكال التعويض على الواقع ربما، وهذا ما يؤكده في الحقيقة في كولين ويلسون طبعا الكاتب الأمريكي في كتابه فن الرواية، وهذه عبارة يقولها حرفيا أن الرواية هي التعويض الممكن عن الواقع المرفوض. صحيح. المرفوض. طبعا روايتك تدور حول تقريبا، معظم رواياتكم الكل تقريبا تدور حول هذه المرحلة ما بعد 14 جانفي تقريبا، بإرهاصاتها بمشاكلها. ولاحظت أنه في روايتك هناك شيء أشبه ما يكون بحالة الإحباط، هذا الشاب الذي يخرج تدفعه أمه لكي يخرج إلى البحث عن العمل، وفي داخله هو يقين أنه لا شيء سيتغير. نعم. لا شيء ربما واحد. هذه السوداوية يعني تحملها ككاتب أنت تعتقد فيها؟ والله ككاتب طبعا كما كان يحكي صديقنا، إذا كان ما فماش حاجة هكا، إذا العادي لا يشجع على الكتابة، فبالتالي الذي يثيرني في الكتابة هو السوداوي، الجانب الدرامي، الجانب التراجيدي. هذا لا يعني أني في حياتي أحمل هذه النظرة أو في علاقاتي مع الأصدقاء أو لا أبدا، بالعكس أنا شخص مرح يعني طيب متعي، ولكن في الكتابة ايه مع باب الانتحارات روايتك معناتها البطل ماشي باش ينتحر، يلقى شكون باش ينتحر، الفتاة نحرق لك الرواية يلقاها باش تنتحر، ينقذها، ويجدوا نفسهم انهم كانوا في لحظة واحدة، وتبدأ الرواية تتداعى. طبعا الرواية بأحداثها، ما نحبش نحرق الرواية فعلا. يعني الأدب مأساة أو لا يكون، هند كما يقول محمود المسعدي، أو كما فهمنا محمود المسعدي، يعني عبارته عندها معنى آخر تماما. بالنسبة لي أنا المسألة كانت تلقائية، يعني لقيت روحي شيئا فشيئا نتحول، التسمية طريفة أنا لقيتها، نتحول إلى الكائن الإسفنجة. شو معناها يمتص يعني لما بالحق لما نكون موجودة في مكان نلقى روحي تلقائيا نلتقط سواء ما قيل حولي أو ما يقال، النص المقول، وإلا حتى ما لم يقل حولي. يعني نلقى روحي تشدني نظرة، يشدني تعبير على الوجه، يشدني لون، يشدني حركة معينة، الكلها نحس فيها قاعدة تمشي في مكان وتتخزن، وكأني قاعدة نعمل في كوليكسيون ونركح فيها إلى حين يجي وقتها باش تخرج. يعني هكا كانت كانت كايني مكتبة خاصة بيا مداخل نخرج منها الحكايات والأشياء اللي أنا شفتها واللي تشربت بها روحي في شكل كتابات من بعد خرج. مش بالضرورة تكون معناها العملية فيها معاناة، بالنسبة لي أنا لا، العملية فيها متعة جميلة جدا. حتى وانا نشهد على حاجة مؤلمة أو حاجة فيها جانب درامي، هي ممتعة عندي أنا، لأني نحس فيها قاعدة تثري في الرصيد بتاعي اللي أنا نحب نوظفه فيما بعد لعملية الخلق اللي يحتاجها الكتاب.
ممتاز. ربما هي مسألة الإسفنجة هي ترى وأن الكتابة هي عندها أن هي تتحول إلى كأنها إسفنجة، أي تستوعب كل ما هو موجود ثم تقوم بإخراجه. أنا نرى في جانب آخر وأن الكتابة هي عبارة عن دلو، هنالك بئر راسخ في اللاوعي، وأنت تلقي بذلك الدلو لتستخرج ذلك الماء، يتحول إلى حبر ويتحول إلى نص ويتحول إلى شخوص تسعى على الأرض. يا سلام. أنت تعتز كثيرا عندما ترى شخوص روايتك تراها في أعين القراء، أنك ترى واحدة من القراء في المرة الفارطة قالت لي أني كنت بالمترو بعد أن قرأت الرواية وكنت أبحث عن شخص صالح. يا سلام. أبحث عن شخص صالح. قالت أنت وصفت صالح بطل الرواية أي أنها تبحث عن ما قرأته في الواقع، وهو جميل أنك تحول شخوصك إلى شخوص واقعية. لأن الرواية لا تتنازل عن دورها في الإيهام بالواقعية. بالضبط. لأنه دورها الأساسي. ثم شيء أساسي، إذا أردت أن تقرأ التاريخ لا تقرأه من كتب التاريخ وكتب الأكاديميين، لأن الأكاديميين والمؤرخون بالأساس هم يكتبون استجابة لمن في السلطة. أما إذا أردت أن تقرأ التاريخ على حقيقته فاقرأه في الروايات. هذا والله سؤال كنت سأطرحه يعني عليكم، كأني أنطق بأسئلتك قبل وقوعها. يظهر لي خليت الساك بحذاك. يعني مسألة التاريخ هذه خلينا نحلوها شوية. وهو يعني عبد الرحمن منيف في لحظة من اللحظات متاعه قال أنه سيحتاج العرب إلى قراءة الروايات العربية حتى يتعرفوا على تاريخهم. السؤال بالحق، من أصدق في نقل الواقع؟ هل هو الروائي أم هو المؤرخ العربي؟ ونتحدث عن المؤرخ العربي ولا نتحدث عن المؤرخ بشكل عام، لأنه هناك ما يعتبر أن المؤرخ العربي كان أهم روائي حدث في الذهنية العربية، لأن هذا المؤرخ كان يؤلف بمعنى أنه يلفق تواريخ وبطولات وغير ذلك إلى أناس لم يكونوا كذلك. إذا هم سبقونا للخيال. صحيح. هو حتى يعني تو ابن خلدون قام نفس الشيء، يعني نقد الروايات التاريخية وأحداث أحيانا يعني على أشخاص تموت ولا حروب يقولوا فيها مع آلاف الأشخاص وقت اللي هي مئات فقط. يعني ديما التاريخ قيمته في أنه كيف يكتب، لأنه الأحداث التاريخية دائما تضيع إلى الأبد حتى حد ما يمتلك النسخة الأصلية لما وقع. فكيف كتبت الأمور هذا هو المهم. ودائما هنا الذات هي يكون عندها يعني هي التي تقول الأحداث. ما فما كل حتى ما يكتب يعني الأكاديميين يدعوا الموضوعية وأنه قراءته موضوعية ومحايدة وعلمية، لكن دائما تكتب من وجهة نظر ذاتية. الروايات بالطبع هي روايات ذاتية للتاريخ، وأحيانا يمكن أن يعني نتناول تاريخ دولة أو تاريخ حقبة معينة من خلال شخص، من خلال شخصية، من خلال رواية. هذا ممكن. لكن أنا أعتقد الرواية يعني في بعدها الذاتي والا ماهيش باش تتناول التاريخ يعني من يعني حتى اذا كان باش تتناول الناحيه السياسيه فهي سياسه حيويه، ماهيش سياسه سياسويه اللي نجموا نقراوها يعني، والا الروايه تفقد الجانب المتعه. بربما اكثر من مجرد احداث، يعني بعد سنوات ربما بعد عقود الرجوع الى الروايات لمعرفه ذلك المجتمع كيف يعيش حقيقة كيف كان ينظر المجتمع أو كيف كان ينظر الكاتب. يعني قراءة التاريخ الرسمي مثلا الموجود وقراءة الروايات التي ينطق بها المبدعون ويتحدثون عن الواقع مختلفة تماما، لأنه قراءة التاريخ التونسي مثلا ما قبل 14 جانفي على الأقل حتى الفترة البورقيبية، وقراءة الإبداع ربما وكأننا نتحدث عن شعبين.
يعني سامحني كمال، أنا نعتقد أنه من العبث أن نحاولوا نبحثوا على الحقيقة وين شكون يملكها، يعني الروائي ولا يملكها المؤرخ. أنا أعتقد أنه نجم نوصلوا لحل وسط، أنه لما نشوفوا أنه كل من الروائي والمؤرخ يملكوا رؤية، ما هي إلا مجرد رؤية، لأنه في النهاية حد ما يملك طرف الوصول ولا ادعاء الحقيقة كما جاء في رواية لافايات. الحقيقة أنه الروائي يتناول الواقع اللي صار من زاويته هو، يعني إضافة للباك جراوند اللي المحيط به موجود، فهو باش يضيف للواقع هذاك من عنده. نفس الشيء بالنسبة للمؤرخ، خاصة المؤرخ العربي، يعني ما يذكرش التاريخ من بين ظفرين من زاوية موضوعية، لابد عنده يعني ضغوطات، عنده شكون يملي عليه، عنده سلطة مرجعية متموقع ايديولوجيا، متوقع سياسيا. أنا نعتقد أنه أفضل صورة نجم نوصلوا لها للي صار أو للحقيقة هي من عملية التقاطع اللي تصير بين الرواية وبين كتاب التاريخ، فكل واحد منهم يقدم الأمر من زاويته، هكاك نجم نحصلوا على صورة فيها أقصى قدر ممكن من الوضوح. يعني طبعا احنا الروايه لا يمكن ان تعوض الكتابه التاريخيه، ليس هذا مجالنا، ليس هذا مجال الحديث، انما نتحدث عن اشياء ربما عندما نتحدث عن جابرييل غارسيا ماركيز مثلا، تحدث في احد رواياته عن حادثه قطار مات فيها 50، تحدث هو عن 500 قتيل في الرواية بتضخيم الروائي. بعد ذلك لم يجدوا وثائق تثبت أنه هناك 50، إذن اعتبروا أنه 500 فعلا حسب الرواية، نتيجة طبعا احتجاجات موجودة كانت في القطار. إذن كيف يمكن للحقيقة التاريخية الحقيقة الروائية أن تعوض أحيانا؟ وماركيز كان مع صحفيا يعني، نعم. وكان معروف أنه يقوم بأبحاث كبيرة قبل ربما لهذا يعني وضعه ما قاله. شوف، المؤرخ لا يعدو بالنسبة إلي أن يكون مجرد مختص وحرفي. الروائي فنان، والمنطلق متاع المؤرخ يختلف عن المنطلق متاع الروائي. منطلق المؤرخ هو المجموعة والجماعة، منطلق الروائي هو سؤال الأناء وسؤال الفرد. وطبعا عندما تلتصق بشخصية معينة في ذاتها، أنت قادر أن تحكي عليها أكثر من أنك تشوفها من برا، ولا مجرد معناتها تبقى شخصية عابرة هكذا. وبالتالي أعتقد أنه الروائيون يقولون ما لا يقوله المؤرخون، أو ما لا يستطيعون قوله. موضوع كبير يستحق حلقة. هو رجعنا لسؤال من أين تأتي الحكايات. مركز يحكي على حادث، أنا أقول لك الحكايات تأتي من الشارع ولا تأتي إلا من الشارع. بأي معنى؟ لأنه الفضاءات الأخرى، فضاء العائلة، المدرسة، المعمل، المؤسسة، هي فضاءات مقيدة، هي حتى الأحداث يعني هي فضاءات مسطرة فيها كثير من القوانين. الشارع هو الحدث، هو الشارع، التدفق حادث السير. هناك تحدث الأخطاء أو ليس بالمعنى السلبي أخطاء، لكن يحدث الاستثنائي، لأنه في المعمل كل شيء مسطر، في كيف فما قوانين ترتب تقريبا فما روتينيه، لكن الاحداث تاتي من الشارع. هنري ميلر يقول ما لا يحدث في الشارع الادب يحدث في الشارع يعني. أي لكن الانطلاقه تكون دائما من الشارع، والروائي يخرج حتى يخرج عن ما هو في الشارع ليحملنا عاده الى داخل البيوت، إلى غياهب نفسية الأبطال. فحتى إذا ربطنا المسألة رجعنا للتاريخ، فإنه إذا قرأت الرواية فتعرف في ذاك الزمن وفي ذلك المكان كيف كان يفكر الناس. بالضبط، كيف كان يفكر الناس. ممتاز. إذا قلت لك موضوع مسألة العلاقة بين الحقيقة التاريخية والحقيقة الروائية فعلا يستحق حلقة. تحدث أيمن على استشهد بميلر الكاتب طبعا الأمريكي الشهير، ليس معنا إلا مداره ومدار الجدي. هذه ربما مدار السرطان كان أول أعماله التي أثارت جدلا كبيرا. طبعا ميلر منع في الولايات المتحدة لمدة سنوات بسبب جرأته في الكتابة. هذه مدار الجدي رواية أخرى ترجمة أسامة منزلجي، هذه رواية قديمة في الحقيقة، طبعة قديمة جدا. ونحن نتحدث عن ميلر. لكل كاتب عادة هناك كاتب مفضل بالنسبة إليه.
لو كان نسمع منكم بشكل مرتجل هكذا، من هو الكاتب المفضل؟ سأعود إليك، لا أعتقد أنه ميلر. أنا شخصيا عبد الرحمن منيف. عبد الرحمن منيف. ميلان كونديرا. كونديرا. أليف شفق. من؟ أليف شفق. أليف شفق. التركية هذه. تركية. أنا كل فترة عندي كاتب مفضل في الفترة هذه جورج باتاي. جورج باتاي. السؤال اللي نحب نطرحه عليكم هو كيف تتخلصون من كاتبكم المفضل أثناء الكتابة؟ بلحظة صراع. صراع كبيرة جدا، مع صراع كبير، لأنك وأنت تكتب تجد نفسك في كثير من الأحيان أنك تماهي كاتبك الذي تفضله عن بقية الكتاب. فبعدما تكتب ترى نصك فتقول كأني أحاكي ذلك النص الكاتب المفضل، فتعيد الكتابة مرة أخرى. ولكن في النهاية قد تقتنع بأن ربما هو امتداد أو تماهي فكري أو تماهي أدبي، ولكن في الحقيقة تجد أن هنالك أثر لذاتك في ذلك النص. هذا تحدي عشته أنا في كتابة خلدون ميشيل، بالأخص أني قبل كونديرا كنت متأثر برشا بجبر إبراهيم جبر الكاتب الكبير وإلى الآن. فكان التحدي هو كيف أجد الصوت الخاص بي الذي سأكتب به الرواية، وربما سأكتب به روايات لاحقة. الأمر بسيط جدا، هو الابتعاد عن هؤلاء الكتاب الذين تأثرت بهم في لحظة ما، وتعديد القراءات، اكتشاف قراءات جديدة، الاطلاع على أصوات جديدة في الرواية. وطبعا بالتمرين المستمر. احيانا اقول هذه الجمله لا يمكن ان تكون جملتي، يعني تكتشفها في مرحله اعاده الكتابه خاصه. وانا اعتقد انه الكتابه الحقيقيه هي في اعاده الكتابه، وليست في المرحله الاولى التي اسميها مرحله الانتاج. فاكتشاف الصوت يكون في مرحله اعاده الكتابه. هل يمكن الحديث عن أسلوب، باش نربط معك محمد، عن أسلوب مع العمل الأول؟ هل يمكن أن نخلق أسلوبا من العمل البكر؟ لا، أعتقد أنه يعني مشروع طموح جدا أنك تتكلم على أسلوبك منذ العمل البكر، لأنه الكتابة في النهاية هي بحث على ذاتك، وبحث في ذاتك زادة. تحاول تلقى طريقك اللي مش بالسهل، أنه من أول كتاب باش يظهر يلزم تراكم في التجربة الإبداعية، يلزم تراكم في تكوينك الشخصي أنت باش تنجم يظهر عبر الزمن من خلال مؤلف واثنين وثلاثة يظهر أسلوبك أنت ككاتب. وإذا لم يكتب إلا كتابا واحدا مثل هذا جون كينيدي تول في تحالف الأغبياء، والذي الكاتب طبعا الأمريكي الذي انتحر، هذا له حكاية في الحقيقة. هو نعم. لم يوفق في نشر روايته، فدفع لم يستطع ناشرا. نعم. فانتحر، ونشرتها والدته بعد موته. بعد موته طبعا. والدته بعد سنوات طويلة، وهي رواية رائعة. سنوات طويلة وهي تبحث عن ناشر، وعندما وجد ناشرا تحصل على أهم جائزة في أمريكا وهي جائزة فوكنر، وتحولت إلى فيلم، ثم تحولت الشخصية إلى أيقونة، حتى أنه أصبحت لها شخصية روائية، أصبحت لها تماثيل في الولايات المتحدة، ولأنه شخصية رفضها الرواية بعد ذلك فهمنا أنها رفضت لأنها ضد فكرة أمريكا في حد ذاتها. طبعا أنت لك علاقة مع أمريكا أيضا تقدم لنا. أنا نتصور نعم. كمان أنه بالعكس، أنه إذا كان الكاتب عنده أسلوب فهو يظهر من النص الأول على الأقل الخطوط العريضة للأسلوب هذاك، وذا نلقاوه مع نصوص كما مثلا هنري ميلر كنت تحدث عليه من دار السرطان. تقريبا فيه اللي يقرأ هنري ميلر من بعد يعرف أنه كله صدى مدار السرطان. الأسلوب هو يعني
فما خصوصيه. هناك الكتاب موقع يعني سيني لا يشبه غيره، وهذا موجود يعني النصوص الكبيره، النصوص الفذه دائما تبدا يعني نجد الاسلوب، نجد انه مختلف. يعني التراكم هنا فقط لإنجاز ما يسمى بالمنجز، الأعمال الكاملة لا أكثر ولا أقل، لكن الأسلوب يكون من الجملة الأولى نجد الأسلوب. فقط إضافة لي، ليس فقط الأسلوب أو اللغة تظهر في العمل الأول، ولكن كل كاتب يحمل هواجس، قضايا كبرى، ثيمات عظيمة، فتظهر كذلك بعض الإشارات منها في عمله الأول ثم يطورها لاحقا في أعماله القادمة. طيب هذه خلينا نربط معك. العمل الأول عادة يكون متهم بأنه عمل أوتوبيوغرافي تقريبا سيري، وأنه العمل الأول هو السيرة الذاتية، العمل البكر تقريبا هو شخصية الكاتب. يعني نلاحظ الكثير من محمد الحباشة في روايتك خدون ميشيل تقريبا نراه يتحرك. يعني هل تستبعد هذه الفرضية؟ طبعا هذه ليست حياتي، يعني لم أعيش، ليست سيرة ذاتية. قد أتحرك، قد أشبه بعض الشخصيات، لأنه الشخصية التي تبدأ الحكاية أكرم الشاهد هو كاتب شاب. طبعا سيكون هناك بعض الشبه بي، ولكن شاب وانت تعرف نفسك انك روايه تونسي شاب. ولكن هذه اول مره انا نقراها على فكره. هذا لا يمنع ذاك، هذا لا يمنع ذاك. يعني هذه ليست سيرتي الذاتيه. ربما لو كتبت سيرتي الذاتيه لكانت روايه ممله. ربما هل يمكن ان يتخلص الكاتب حقيقه من سيرته الذاتيه في عمليه البكر؟ لا، لا يمكن. ولكن ما لا يمكن هو هذه الهواجس التي كنت أتحدث عنها قبل قليل. السيرة الذاتية تحضر في ثيمات، في مواضيع، في الأشياء التي تسكنك، ولا تحضر في أحداث أو في أشخاص يعني عرفتهم حقيقة. المقاهي اللي حكيت لها، الحانات، هذه هي نفسها التي ترتادها أماكن موجودة يعني في تونس فقط. يعني هو كمال طيب مثلا في ليلة التأبين بالنسبة لروايتي أكيد ثم جانب ذاتي. الجانب الذاتي هو في بعض الأماكن التي تضمنتها الرواية. طبيعي جدا أنه أي كاتب في عمله الأول، ومشكلة العمل الأول دائما مطروحة عند الكتاب، أنه العمل الأول يكون فيه كل الروح الإبداعية للكاتب. الذاكرة نتاعو، نتحدث عن ذاكرة يعني. ذاكرة نعم. أنت تتحدث عن السرس، عن السرس اللي هي أصيل السرس، اللي هي معناها أكل الجانب الطفولي اللي عشته غادي، وبعد فهمت رجعت له أنا كبير، فهمتني. فهذا جانب ذاتي. إذا لم تكن الشخصية هي سيرة ذاتية، أحداث نتاع الرواية هي سيرة ذاتية، فإنه المكان له صلة بذات الكاتب. واكيد ما ادريش. نعم سنرى يعني مثلا نرجع لايمن، وقبل ما نرجع ايمن، انت روايتك الانتصاب اسود، انت حتى من الغلاف انا ايمن النفساني، هل لك مهرب من هذا انا بالعكس، انا هناك من يصدرون نصوصهم بهذا العمل المتخيل وكل الاحداث الدرشنيه لا تشبه. أنا اللي كان عندي أني حاولت نعكس هذا، أنه نذهب بشكل جبهي إلى القارئ، وخاصة أنا كان عندي أنا هو، لكن بأي معنى؟ لأنه أنا نتحدث بصفتي كنفساني في هذا الكتاب، لأنه تعرف أنه صورة النفساني في المخيال عند الناس هو شخص قديس، هو شخص يعني مصلح اجتماعي، شخص معالج إلى آخره، يعني شخصية خيرة بشكل مثير كما رجل القانون. فأنا حاولت، وتعرف أن النصوص الكبرى هي اللي أخذت الشخصيات هذه. مثلا نيتشه في هكذا حدث جرادوس، جاءنا بالنبي الذي يعلن موت الإله. بالضبط. هذا أنا أتصور أنه بعد أن رقصه يبحث عن الإله الراقص. اكزاكتومون. فشخصية النفساني أيضا كان يجب تشويهها، كان يجب يعني تدنيسها، فبعثتها في هذا الشكل المقرف، في هذا الشكل الشر، في شكل يمكن أن نقول أنه شر، لكي نكسر أفق انتظار القارئ نفساني ويواصل العمل كنفساني حتى داخل الرواية، يعني مثير للشفقة. باتاي يقول أنه الأدب ما أن يبتعد عن الشر حتى يصبح مضجرا، والنفساني أيضا
كان يجب أن نبعثه في هذا الشكل الفاحش لو تسمح بالكلمة، وإلا سيكون كتاب يعني غير مهم. بالنسبة لي أنا كل أثر بالضرورة لابد أنه يحمل في داخله شوية من ذات صاحبه، لكن هذا ما يعنيش أنه الكاتب يستغل الكتب نتاعه باش يصفي حساباته مع روحه ومع حياته، لأنه في النهاية القارئ والمجتمع ينتظر. ولماذا لا يصفي حسابه مع ذاته؟ لا موجود هذا، لكن هو ما يلزموش يكون الهدف الوحيد، لأنه في النهاية هناك قارئ، والقارئ ما ينتظرش أنه يشوف حياتك، يشوفها في الكتاب الأول الثاني وبعد في النهاية يحب يشوف روحه زاده. فبالنسبه لي انا حتى في روايه الصمت الاولى ما كنتش انا المحور نتاعها او البطله، بقدر ما كانت تجربتي. انا قمت بتجربه تطوعيه لمده سنوات في جمعيه للنهوض بالصحه النفسيه. فمن خلال التجربه التطوعيه هذيك انا نجمت نسمع حكايات ونشوف معاناه ونشوف ناس ونشوف كذا، خذيت منها الماده الخام نتاع روايتي. بالنسبه للافايات فيها البعض مني، لكن في النهايه انا اخترت وقررت انه وحسيت بالضروره انها تكون نتاع المجتمع، روايه الشيء اللي نشوفوا فيه حولنا، مش روايتي انا، يعني حياتي عاديه بلات ما فيهاش الحاجه اللي نجم نقدمها للاخرين. لو نكتبوا يعني القارئ باش يشوف روحه في الروايه، فاعتقد انه من الافضل القارئ يشوف روحه في مرآة، يعني لانه هنا نكتبوا القارئ جاهز، قارئ يعني وكانه لكي نرضيه، يعني وكانه ننشر هناك اشخاص تنتظر ما ان تجد انفسها. لا الاثنين، لا الكاتب ينجم يكون يصفي حساباته ويخدم روحه، يعالج روحه، يعمل يختار اي حاجه في كتاب. الكتابه بالمعنى هذا يعني هذا خيار من الخيارات، هو خيار من الخيارات هو خيار من الخيارات، لكن منا ومنا زاد ما نجمش انسان يوقف. صوره المراه مثلا في رواياتك لازم تكون تحافظ عليها في مستوى معين، لانه حتى لا تتهمي بانه ربما هي تشبهك، وهذا طبعا النقد العربي يعني تقريبا يخلط ما بين الشخصيه وما بين السارد على الاقل وما بين الكاتب. لا انا ما يعنينيش الكلام هذا انه تشبهني ولا ما تشبهنيش، لا انا اللي يعنيني ان نقدم المراه اللي موجوده، اللي النماذج الكل اللي موجودين بالنسبه لي عندهم نوعيه معينه من الجمال، عندهم قدر من الجمال، حتى بين ظفرين وجمالهم في قبحهم احيانا، حتى اقبح في قبحهم ديما الجمال لازم يرجع. ما نعرفش انا نشوف جمال في شكل في تصرفات، حتى يعني نماذج اللي تكون مجتمعيا منبوذه تكون عندي انا جميله ثريه عميقه فيها حاجات تتقدم يعني. الخوف قلت انت خوف تخاف انك ترى شخصيات، انا نقول وانه اللي يخاف ما يكتبش. اللي يخاف ما يكتبش. معناها اذا كان عندك خوف انت وانه تلقى شخصيه تشبه لك، ماذا تفعل وانت اثناء الكتاب؟ لقيت انه ثم شخصيه تشبه لي، ماذا تفعل بها؟ نكشف الاشياء اللي ربما خفيه عن الناس موجوده عندي، نكشفها في تلك الشخصيه، ما عندي حتى مشكل. ما عندي حتى مشكل، معناها راهو ثم حاجه مهمه لازم نحطوها في مخنا، اذا كان باش نعمل لوتو سونسور مع روحي فبلاش منها. وكذلك انت تشوف في روحك حاجه عظيمه يعني واحد، وانت تلقى شخصيه تشبه لك، ماذا تفعل بها حتى تكون شخصيه روائيه؟ تكون شخصيه روائيه نحولها الى شخص غير عظيم، معناها مش عظيم هكا معناها. إذا كان انا نرى في نفسي شخص فهمت شخصية عظيمة، فمن الأجدر أني نمشي لخويا أيمن. اوكي. هو فرويد يقول كل عمل فني هو بار ديفينيسيون عمل اوتوبيوغرافي، يعني عمل سيرة ذاتية، حتى ولو نتحدثوا في خيال علمي فما نزعة ذاتية تخلينا نمشي للخيال العلمي، يعني فما الجانب الاوتوبيوغرافي موجود، فهمت؟ لأنه ثم حاجة اسمها سيرة الأحداث التي والوقائع، هناك سيرة ذهنية أيضا، يعني كل ما يخطر ببالك قد خطر ببالك وجزء من تكوين سيرتك الذاتية في حد ذاتها. أكيد هي إفرازاتك يعني فانتازماتك ما تفكر به، هي ردود أفعال واعية أو لا واعية تحولها إلى كتاب. طبعا إذا أنت فكرت في أنك تقتل شخص ولم تقدر على قتله في الواقع فتقتله في الكتابة. وحتى لو كان ما قتلتوش في الكتابة فأنت قاتل بالضرورة لأنك فكرت. يقول كم قتلت من شخص؟ أنا مثلا قتلت ابن خلدون في روايتي، قتلت ابن خلدون. ابن خلدون لما يقول أنت إذا أردت أن تخرج شخصا من ذاكرتك ماذا تفعل له؟ إما أن تكتبه أو تجعل له تمثالا، فقد أخرجته من ذاكرتك.
أصبح مشهد اعتيادي يومي تراه، فبالتالي يتفسخ، يدخل فك العادي، تلك الأشجار التي نمر بها ولا نلحظها. طبيعي جدا، وأنه أي شخص أردت أن تقتله إما أن تقتله كتابة أو تقتله بأن تجعل له نصبا تذكاريا. محمد معه في هذا التصور؟ هو نعم، مثل ما قلت قبل قليل، هناك هذه الهواجس التي تظهر في العمل الأول، وهذه الهواجس طبعا هي عندها علاقة بذات الكاتب، ليس فقط. يعني البطل نتاعك يعني كان يحاول الانتحار، هل فكرت يوم من الأيام في الانتحار؟ لا، لم أفكر، ولكن عشت هذه الحالة السوداوية. نعم، التي قد يعني تؤدي إلى الانتحار. هناك هاجس مثلا فقدان الحبيبة يعني بطريقة بشعة، كذلك هناك الجريمة التي تحدث في آخر رواية، يعني هناك كذلك هذه الشحنات السلبية التي تخرج يعني في الكتابة، وكثير من الأشياء. هل تشعر أنه احنا توانسة هكا مشاريع منتحرين ننقذ أنفسنا أو نعطل هذا معناتها هذه الرغبة؟ لا، لذلك نحن موجودون. لا 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 ليس. الرواية تتحدث عن هذا الشخص الذي سينتحر، فوجد من شخص آخر ينتحر فقال يعني وغير رأيه. وهل الحب ينقذنا من الانتحار فعلا أم طبعا يدفعنا إليه؟ أنت والظرف، يعني أنت والظرف. إذا كان كما نقولوا نحن، إذا كان فما سيمبيوز هكا يولي ينقذنا من الانتحار، وكذا كان العكس. يعني هو في الحالة في هذه الحالة، في حالة أكرم الشاهد، الحب أنقذه من الانتحار، والجنس أساسا. نعم. فيقول على هو الحب هذاك هو ويقول على معنى فرنسي ويقول معناتها لا أعرف هل كنت أنا من أنقذها من الانتحار أم كانت هي من أنقذني. نعم. يعني هي لو كانت تكون أفضل يعني في الرواية بالطبع. ماتت من أثر الحب. طيب، نتحدث هنا عن الحب كموضوع. هل هناك موضوع جيد وموضوع رديء للكتابة يعني حسب رأيكم؟ ما الذي يجعل يعني أنتم الآن تقريبا يعني أنت تحدثت عن يعني جزء قلت مناخات الثورة، لكنك ذهبت إلى الجسد، ذهبت إلى الإيروتيكا بشكل يعني قصوى ربما، يعني أنت ذهبت إلى الحب أكثر، إلى هل هناك موضوع الفساد معك وغيره؟ فالمواضيع هذه، هل هناك موضوع أهم من موضوع آخر في الكتابة الروائية حتى نقرب يعني الكتاب الشباب الذين يكتبون الآن، نحاول أن نقرب هذه المسألة، نقاربها؟ بالنسبة لي أنا ما فماش موضوع أهم أو أقل أهمية، فما أسلوب الكاتب في معالجة الموضوع هذاك هو اللي نجم ينتج به كتاب يقرأ ولا لا. يعني قدرتك على تحويل القضية اللي تم بها أو الموضوع أو حتى أشياء مجرد شيء تافه، يعني أحيانا حادث سير عادي نشوفوه ديما، يعني فما كاتب يصوروا بطريقة وكاتب يصوروا بطريقة أخرى، كاتب معناها ما تنجمش تكمل الجملة الثانية وكاتب يشدك بطريقته، وأحيانا يعني من غير حوادث سير. يعني هناك رواية السأم مثلا نتاع معناتها موضوع مرافق. هو ليس هناك انت في لحظه الكتابه ما تقولش انا ساتحدث عن الموضوع الفلاني، لكن هناك كتاب يذهبون الى ذلك، ونقرا الكثير من المقالات في هذا الشان. انا طرحت موضوع قصديا، يعني عندما نتحدث ان هذه الروايه تحدثت عن موضوع الخلاف الطائفي او الصراع الطائفي، وكانه حصر نفسه في ذلك الموضوع. ربما كتاب يتحدث عن الجنس، لكن كيف يتحدث عن الجنس؟ ربما هذا يتحدث عن الدكتاتوريه، وكم كتابا معناتها سخيفا قرأناه معناتها، لأن هناك من يكتبون بخلفيات سياسية، واعتقد أنه هذا يفسد كثير، يعني أفسد كثيرا من الأدب العمل بخلفيات سياسية. لكن خلفية سياسية أو إيديولوجية يعني موجودة، يعني موجود، ولكن يعني تتوفر يكتب بخلفية سياسية وإيديولوجية، ولكن تتوفر ساراماغو يكتب بدافع معناتها انتمائه إلى الشيوعية،
وغيرها. ولا الإخوان يعني الآن يكتبون أعمالا بدافع بهذا الدافع، ولكن تتوفر فيهم صفات الكاتب وصفات الشعراء. السياسة وحتى الإيديولوجيا تحضر كثيمات يعني، ولكن عندما تقرأ تجد شخصيات قوية ولا تجد هذه اللغة الشعاراتية ربما. خلينا نقولها مثلا التي ظهرت في بين قوسين أدب السجون بعد الثورة يعني، كتابات السجون أو ليس لنا أدب سجون يعني هذا على الأقل. عندنا سجون عندنا سجون وعندنا كتابات معناتها، لأنه أدب السجون شيء آخر لابد من تجنيسه. أدب السجون عندما نتحدث عن عبد الرحمن منيف أو عن كارلوس ليسكانو في عربة المجانين يعني، عندما نتحدث مصطفى خليفة زاد في القوقعة. نعم. والقوقعة يعني لو انه باش يكون اختيار الموضوع هو اللي باش يعطي قيمه للعمل الفني، فاكيد انه ستكون كوارث. لكن انا مثلا شخصيا عندي اختيارات، يعني موضوع الجنس والجنون على الاقل في الفتره هذه ما نراش اني ساكتب شيء اخر خارج المواضيع هذه، لكن ليس لانها هي في حد ذاتها مثيره، وانما اعتقد اني استطيع ان اتي باشياء جديده يمكن مقاربه الواقع من هذه الزاويه. يعني هي مجرد ذريعه ربما لتسليط الضوء على منطقه معدمه من طيب. يمكن كمال سامحني على يمكن رواية يوليسيس، هذه الرواية العظيمة يعني تقريبا لجيمس جويس، تقريبا لا شيء في يوم واحد ولا شيء يعني يحدث، ليست هناك مغامرات، ليست يعني على مدى ألف صفحة ولكنها يعني دخلت في الأثر الأدبي العالمي. يعني أي موضوع الكاتب يستطيع أن يتناول أي موضوع يريده، بالأخص الكاتب الذي لا يكرر نفسه. بالضبط. فقط هل لديه يعني التقنية اللازمة لكتابة أي موضوع أم لا؟ طيب محمد، أين تظهر شجاعة الكاتب؟ شجاعة الكاتب في تيميا يعني في تطرقه لمواضيع ربما محظورة ممنوعة مسكوت عنها، أم يمكن للكاتب أن يكون الشجاعة الحقيقية للكاتب هو أن يطرق أسلوبا ربما جديدا يغامر به خارج سرب الكتابة في ذلك الوقت؟ هو طبعا بالنسبة إلي المغامرة الثيمية طبعا، لأنه هناك كثير مغامرة تيمية بالمواضيع، تتطرق إلى المواضيع. نعم، لأن هناك كثير من الكتاب يعني يستعرضون اللغة ربما. نعم. أعتقد أنه أي شخص يقرأ كثيرا ويقرأ كثيرا من الشعر ربما يستطيع أن يستعرض في اللغة، ولكن لا يستطيع أن يتحدث عن هذه المواضيع بدقة وبحرفية. وكثير من الكتاب يعني لهم لغة هكذا جميلة ولكن روائيا بالنسبة لي يعني نحن عشنا مسألة الرواية التجريبية والدليل أنها لم تصل إلى أي شيء. الآن في فرنسا يعودون إلى الحكاية. النوفو رومان لم يصل يعني إلى طبعا ما بعد الرواية الجديدة عودة إلى الحكاية. إلى الحكاية طبعا وإلى الموضوع. هو كمان التام يعني في بارتي دو ستيل، يعني التيمة هي نفسها إحدى مكونات الأسلوب يعني. فبالطبع الأسلوب هو اللي بالنسبة لنا شخصيا هو اللي يعطي القيمة للعمل. يعني الأسلوب اختيار الموضوع، الطريقة التي كتب بها، اللغة أيضا مهمة نحب ولا نكره يعني بمختلف درجاتها، يعني لغة عالية أو لغة متدنية حسب الموضوع، لكن الأسلوب هو اللي يميز كاتب عن الآخر، وهو الروح نتاع النص يعني هل هناك مواضيع أصلا ما زالت محظورة الآن في الأدب؟ ظاهريا ما عاد حتى موضوع، على الاقل بالنسبه لنا نحن هنا ظاهريا مازال ما عاد حتى موضوع انه محظور او تابو. في مصر الان يحاكم في مصر هناك من يحاكم. درجه التلقي عند المجتمع مازالوا يتلقاو صدمه. مثلا انا الصمت روايتي الاولى لما خرجت صدمه للي قراها، صدمه للي كتب عليها. ولكن مع ذلك صدمه جميله بالنسبه لي انا، صدمه لذيذه. كل شيء جميل. اي انا من انصار الايجابيه، انا عندي موجات ايجابيه تصاحبني. اي صحيح. فالقدره انك انت تتحدى ربما المجتمع اللي يحضر عليك تيمات معينه، لكن في العمل الفني ان القدره انك تتحدى نفسك كل مره في اختبار شكل جديد، في تجريب شكل جديد. لانه لو الكاتب ركن الى العاده اللي تعود انه يكتب بها او الاسلوب اللي تعود به وتلبسه، فما عادش فما حتى قيمه، تولي من السطر
الاول من روايته ثاني تتوقع شنو باش يعمل، لكن المتعه انك انت تتحدى نفسك وتختبر اشكال جديده في الكتابه، وتظلك ديما يعني متجدد وتبحث على طريق تجدد به، تشد به الانتباه، تختبر به نفسك زاده ككاتب. مهم ياسر بالنسبه لي. طيب ما زالت المواضيع محظوره يعني في السعوديه مثلا حسب السياقات. هذا هو يعني الفضاءات وحسب مثلا في المانيا ما تنجمش تتحدث على النازيه مثلا، في السعوديه ما تنجمش تتحدث على الجنس بالحريه اللي ربما نتحدثوا بها الصهيونيه في اوروبا مثلا مازال تابو، يعني ما عندكش الحق هذه تتكلم شجاعه فيها. التطرق الى مواضيع مثل هذه التي قد تكون محظوره عند مجتمعات وهي غير محظوره في مجتمعات اخرى، لكن بالنسبه لي شخصيا ارى أن الشجاعه في اختيار اسلوب جديد هي الشجاعة الحقيقية، لأنك الأمر مسألة شجاعة فقط يعني. طبيعي أنت الأسلوب موجود، أنت ستكتب أسلوبا بأسلوب جديد. ليست شجاعة يعني، هي عبقرية أكثر منها. أكيد هي عبقرية، لكن أنك تخرج عن السائد، أنك تخرج عن السائد، وقد يكون كتابك بعدما كتبته وبهذا الأسلوب الذي يعتبر شاذا عن بقية ما هو موجود قد يجعل كتابك غير ذي قيمة من الأول، فيأتي بعد ذلك من يقول هذا أسلوب جديد وهذا ذا قيمة وهذا كذا كذا. معناها الشجاعة هذا فاش تمثل معناها. طيب من يقيم الأساليب التي نتحدث عنها على أساس أنها أساليب جديدة؟ من يقدم؟ يعني أنتم عندما تكتبون من تنتظرون فعلا؟ تنتظرون رأي القارئ العادي أم الناقد؟ يعني لاحظت أني أنا في بعض أعمالكم على الأقل هناك عملين، على الأقل هناك وكأنه ثم فتوى نقدية مع الكتاب. يعني هند في روايتك هذه تصدرين العمل بشيء غريب في الحقيقة، يعني خلينا شيء غريب، وهي دراسة مطولة وبعد جاوب ف يعني دراسة تقريبا عن الرواية، دراسة شبه أكاديمية بعنوان سيميائية الخطاب السردي في رواية لافايات لهند الزياتي. هذه طبعا دراسة تتحدث عن الرواية بالتفصيل، التصعيد النسقي، الزمان، هناك جدول أصلا بالشخصيات وتفكيكها، المواجهة المشتركة. يعني طبيعة هذه الدراسة التي لأحمد الودرني والهوامش التي تحتها، يعني هذه دراسة. وأعتقد أن الرواية إذا حملت شيئا لابد أن تحمل تقديما، والتقديم لا علاقة له بما قرأنا في هذه، خاصة نتحدث عن سيميائية الخطاب السردي. من سيفهم؟ يعني أنت لك 5 دقائق الآن، فسري لنا شو معناها السيميائية. أنا مش باش نفسر ايش معناها سيميائية، المشاهد العادي الذي سيشتري الرواية بهذه الفتوى النقدية، وكأنه هل تحتاج الرواية أن تقدم؟ بالنسبة لي لا غنى عن الزوز، لا غنى عن القارئ ولا غنى عن الناقد. عملية الكتابة في عملية تفاعلية بين رد فعل القارئ وبين رد فعل الناقد. لمن موجهة هذه الدراسة دي؟ لمن موجهة رأسا؟ يعني لمن يستفيد. يستفيد. لا خليني نقول لك حاجة، عندك القارئ مش يشتري، القارئ العادي. لمن نقدم الروايات؟ خليني نقول لك حاجه للنخبه كمان. الى النقاد، الى الاكاديميين. هذا حب سؤال بالنسبه لي. علاش عمليه النقد مهمه جدا؟ قد تكون مش مهمه لعمليه النقد للقارئ، لكنها بالنسبه الي عمليه مهمه. انا ككاتب انا نحتاج اضافه الى رصيدي نتاع الروايات اللي نقرا فيهم باش نغذي موهبتي. انا نحتاج للناقد، بالنسبه لي يعني حاجه ضروريه في عمليه الخلق. هذه توجيه للقراءه ايضا. لا مش بالضروره توجيه، في النهاية القارئ حر، يعني يشوف الكتاب هو حر يقراها أو ما يقراهاش. لا هو حر يقراها أو يدخل مباشرة للرواية. لكن بالنسبة لي العملية النقدية هي مفيدة لي أنا نستفيد في نقد أسلوبي، أنا نستفيد في أنه الناقد يفتح لي أبواب قد نكون أنا ما انتبهت لهاش، ما عرفتهاش. يعني هو على وعي، يعني الكاتب هذا أنت أعطيتيه الناقد على أساس أنه مش يقدم الرواية في مرحله اولى على اساس انه باش يقرا يعني وبعدين فقدم لك هذه فاخترتي انت ان تضعي. انا استحسنت. هل رايتي في حياتك وانت قارئه كتابا روايه اجنبيه مقدمه بدراسه نقديه؟
بالنسبه لي انا روايه اجنبيه مش مقياس. لا هو خيار. رواية عربية، عملته. أعطيني مثالا لرواية عربية مهمة قدمت بدراسة. هو خيار في النهاية، تقبل ولا ترفض، يعني مانيش مجبرة أو مضطرة أن نقدم تفسير. من حقك باش ترفض طبعا. لا خلينا نكمل حتى تقدمي تفسيرا لهذا. من حقك باش ترفض، من حقك باش ما تقراش، من حقك باش تقول أنه هذا غلط، لكن هو خيار. في النهاية أنا حرة أني أنا في الخيار اللي أنا عملته. طيب خلينا يعني يفرض على القارئ يعني قراءة معينة، يعني لو القارئ ينطلق بالدراسة فهو سيصبح انفلونسي، يعني يؤثر برؤية الناقد. هو حر. شوف وسعوا بالكم شوي بالواحد هو حر في النهاية يقرر شنو أنا يعمل. أنا جايك. خلينا نسمعوا اللي ماهوش مقدمين. توا انتم زوز عندكم تقديمات و يعني انت قدمت الروايه. لم اقدم الروايه. انا اتوجه مباشره الى القارئ، ولكن الناقد دوره ياتي في مرحله ما بعديه. صحيح. هو مخرجات النص. أي أنه لما تكتب نصا فيأتي الناقد ليفجر ذلك النص. نعم. قد يستحسنه وقد لا يستحسنه. أما أني من الأول أضع تقديما والتقديم يكون نقديا، فكأنه فيها نوع، خليني نقول نحن نحكي على تحالف الأغبياء، فنوع من الاستغباء للقارئ. دع القارئ يقرأ ثم يحكم بنفسه عن ذلك العمل، وبعدئذ لما يأتي النقاد فيدرسون ذلك النص ويفجرونه، فذلك أمر آخر. ومجال نقد النص يكون في فضاءات أخرى ليس في الرواية ذاتها. هذا وجهة نظر شخصية وهي لا تلزم أحدا. طبعا هذا رأيك. محمد، أنت في روايتك خلدون ميشيل يعني كان هناك تقديم ليس دراسة، وتقديم يبدو أنه أشبه ما يكون بالتكريم. نعم. يعني بالتكريم لأستاذك الذي درسك ربما في الثانوي، وشهادة احتفاء. حتى هو يقول أنه ليس هذا التقديم تقديما لهذه الرواية في حد ذاته، بل هو تقديم تعريفي موجز بصاحبها محمد الحباشة. أيضا بالنسبة إلي شخصيا على الأقل رأيت أنه زائد. يعني هو يعني اللي صديقنا طبعا الأستاذ المهدي غرابة، وأنه طبعا نحيوه، لكن هل كنت تحتاج إلى هذه الأبوة مثلا من صديقنا؟ طبعا نحن نمازحه ونشاكسه. هل تحتاج تدخل عالم الأدب في تونس أن يكون لك تشعر أن هناك ليس مشكلة؟ لم أفكر في الأمر بهذه الطريقة ولا حتى هو، ولكن فقط ربما هذا هو حتى القارئ يأخذ فكرة كيف عن بداياتي أنا ويقول سمادي في تقديم تاعو كيفاش نصوصي الأولى كان يطلع عليها ويعطي فكرة حتى على حياتي. ربما هذا هو جانب السيرة الذاتية في الرواية. ولكن طبعا لا يمكن، ما كنتش حاط في بالي أن تكون دراسة نقدية، لأنها ستفسد على القارئ متعة القراءة. وخيرنا أن يكون نص كذا أدبي جميل في هو نص حميمي، هذا أكثر حميمي منه. نعم. طبعا تقديم أنت كرمته وهو يشعر أنك كرمته. وإذ يغمرني اعتزاز وشعور بالفخر وأقاسم محمد سعادته التي لا تحد. يعني شيء حميمي أكثر منه. سنعتبر يعني نترك القارئ أيضا يحكم على هذه النوعية من التقديمات. هل نحن في حاجة إليها؟ قد يكون الكاتب يعني في حاجة إليها. يعني علاش الكاتب نحن نطرح الأسئلة هنا، نطرح الأسئلة هذه وقع نفسه في حاجة الحاجة هذه. جمال، أنت يعني أيمن أنت لم تقدم العمل نتاعك. خلينا نطرح لم أقدم العمل. ليس هناك تقديم، ليس هناك حتى شاهد، لأن هناك من يضعون 10 16 شاهد قبل أن يبدأ النص. تعتبر أنك لست في حاجة إلى يعني نقاد فتدخل هكذا بانتصابك الأسود هنا في هذا المشهد؟ أنا أعتقد أنه العمل الفني إن كان ذا قيمة لا يحتاج منتصب للحساب الخاص. أنت أنه العمل الفني
لا يحتاج إذا كان عنده قيمة فنية، لا يحتاج لا إلى تقديم، لا إلى ناقد، لا حتى إلى اسم الكاتب، لأنه أعظم النصوص هي اللي كتبت يعني بأسماء مستعارة وذهبت هكذا. العمل الفني لا يحتاج إلى مفاتيح لقراءته، يجب، وأنا نحب القارئ يدخل في علاقة مباشرة يعني حتى صادمة مع العمل. يعني أنا ربما اختيار أني حتى اسمي لأنه ما كانش حتى داعي باش أني ننشر باسم مستعار. لكن جورج باتاي مثلا في حكاية العين نشره باسم مستعار، وكان يعني النص تقريبا ما نعرفوش لشكون. وهذه قيمة الأعمال الفنية الكبيرة اللي هي قائمة بذاتها، لا تعتمد لا على ناقد، لا على تقديم، لا على أي شيء. هي النصوص يعني عندها كما نقولوا أبو نفسه النص. تفاعلا مع صديقي أيمن، بول أوستير مثلا هذا الكاتب الأمريكي الكبير نشر عمله الأول باسم مستعار. بول بنجاما، سكويز بلاي عنوانها، رواية تتحدث عن لعبة بعد فشله 30 مرة في الحصول على ناشر أيضا. نعم، ويقول أنه كتبها من أجل المال طبعا، لأنه كان معروف أنه شاعر ومترجم. صحيح. فكتب هذه الرواية من أجل لأن ظروفه المادية كانت صعبة، ويقول لذلك لم أرى اسمي مكتوبا على الغلاف. وإلى الآن ما زال هذه الرواية تحرج من الحديث عنها، وكأنه أعماله نعم تحري، وهي رواية تحري طبعا لأنها تدخل فلوس. بالنسبة لي معناها ما نحبش نوغل برشا في مسألة أن النص وحده قائم بذاته، النص ينجم يتكلم على ذاته، لأني في النهاية إذا كان أنا ما نشوفش العمل الأدبي اللي نخرجه هو أولا كان جائزة لنفسي. أنا كي نخرج العمل هذاك هو جائزة لنفسي، هو أني أنا قدرت، هو تهنئة لنفسي. فما قيمته إذا كان أنا ما نشوفش نفسي فيه، نفسي باسمي، نفسي بالخيارات اللي نقوم بها، حتى مجرد العتبات معناها نتاع النص أني أنا كي نقوم بها ونشوفها، هذيك بالنسبة لي أنا يعني رضا ذاتي قبل، يعني جائزتي لنفسي، ما حق مشروع أني أنا نحط فيها الحاجات اللي شفتها. يعني أني أنا نقدس القارئ، وأني أنا النص يقدم نفسه للقارئ وكذا، صحيح الكلام هذا، لكن أنا نحب نشوف روحي زاد غادي، أنا نحب خياراتي هي اللي تتحط في النص. ليك حق أنك تناقشها الخيارات، ليك حق أنك ما تمشيش معاها، ليك حق أنك ترفضها. تقديم شيء خارج النص، يعني هذه أشبه ما تكون بفتوى. هي جعلت بينها وبين القارئ ناقدا، يعني ما بالعكس. هذا لا، ما جعلتش بيني وبين القارئ، لأنه كما قلت لك المسألة حرية. حتى فعلا لأن مانيش نشوف فيها محاكمة، أنا نشوف فيها فرصة أني نشرح، لأني مش الملاحظة الأولى اللي تقالت، لكن هو خيار في النهاية بالنسبة لي أنا، والكاتب لا يتعالى على النقد كما النقد لا يتعالى على الكاتب. طيب خلينا نتحدث عليكم كقراء، يعني وأنتم تقرؤون، يعني متى تتوقفون عن قراءة عمل وترمونه جانبا؟ باختصار بسرعة باش ناخذوا آراء المجموعة الكل. وقتاش تبطل ما عادش تكمل رواية، وكيف تتجنب ذلك في كتابتك؟ أنا إني أعثر على كتاب جديد، لابد أن أعثر عن بديل، يعني عن مثلا أنا وقت خلصت من سطوة المسعدي وقت لقيت سليم بركات انتهيت تماما من المسعدي. طيب من أعمال المسعدي. سليم بركات يقول عندما أريد أن أقرأ كتابا جديدا أكتبه مثلا رشيقة. وربما نحن نكتب أحيانا كتب نريد أن نقرأها. بالنسبة لي الكتاب الذي أعرف أني لن أستطيع إنهاءه لا أبدأه. يعني الفقرة الأولى والجمل الأولى هي التي تحدد ذلك. يعني إذا كانت جيدة وهكا تشدني كقارئ نكمل، نعرف روحي باش نكمل العمل. النسبة المئوية مثل الكتب التي ترمونها والكتب التي تبقى وتواصلون قراءتها تقريبا؟ والله أنا بالنسبة لي أنا خذيت القرار أن لا أرمي كتابا حتى ولو مانيش لا خيار مازوشيست هذا. باش نقول لك فعلا باش نقول لك مثلا مؤخرا نقرا في روايه فرنسيه كل ما فيها يشعرني بالضجر والملل والسأم والسخط، لكن قررت باش نكملها لا لشيء مش لعيون الروايه نفسها بل لاختبر صبري ولأطوره. كانت روايه رديئه اسلوبيا، هل تواصلين قراءتها؟ نقراها
باش نشوف هالرداء. مناضل انت. هي طارحه على نفسي اني انا حتى الرداء لازمني نشوفها باش نتجنبها. تتجنبها ممكن. انا نرى انه على الاقل ال20 صفحه الاولى هي المحدده لانك باش تكمل هذا الكتاب ام لا. اي طيب, طيب يعني انيس هي قالت انك معناتها هند قالت انها تقرا حتى الرديء لتتعلم منه. ألا تخشى من قراءة الرديء، من كثرة قراءة الرديء من العدوى؟ تصبح رديئا. بالضبط صحيح. طبيعي الرداء إذا هي عدوى طبيعي. الكتابة احنا انطلقنا من مسألة وهي الكتابة تأتي من منابع مختلفة، التجربة والقراءة. إذا سنقرأ معناتها مضطرين قراءة الرديء هو طبيعي جدا حتى تقيس قامتك وتقيس قدرتك على صياغة النص. لابد من أنك تقرأ نصوصا رديئة كما تقرأ نصوصا جيدة، لأنك في الأخير هو حتى نتأكدوا أنه راهو ما ثماش اتفاق على جميع الناس على أنه هذا النص رديء. فأي عمل فيه اختلاف، هذا يراه رديئا وذاك يراه إبداعا. فبالتالي أنت بين من يرى رديئا وبين من يرى ذلك إبداعا فملزم أن تقرأ. بالنسبة لي كمال أنا قريت مقولة جميلة نحسها غيرتني ككاتب، نحسها عملت فيا تحول. للأسف ما نستحضرش قائلها، ما المقولة تقول اقرأ في المستوى الذي أردت أن تكتب فيه أو الذي تطمح أن تكتب فيه. يعني لما نقرأ روايات رديئة نقرأ باش نتجنبها، نقرأ باش نختبر صبري، لكن لما نحب نطور مهاراتي نقرأ في المستوى اللي نطمح له، وبالتالي حتى نوعية القراءة تتبدل. يعني تولي تنتقي اكثر كتابك اللي تقرا لهم، مش بالضروره يعني تعمل اللي نفسي يعملوا فيه، لكن تقرا باش تستفيد منهم، ويعني بالتدريج وترفع في مستوى قراءاتك. لانك لما قريت الرديء عرفت شنو هو، يولي سهل انك تعرف المقابل وسهل انك تختار الكتاب اللي يرتقيوا بيك او الروايات اللي ترتقي بيك. ما كانش نعرف انه كتاب معين رديء. مشكله اذا كان اخترت كاتب معين او كتاب معينين قد يفلت منك بعض الكتب وبعض الكتاب الذين انت ما ريفيريتيهمش ما عرفتهمش، ففجاه يجي كتاب يغير لك رايك تماما. بالنسبه لي انا كتابتي المفضله. شو رايك؟ اعتقد انه التنويع ليس تنويع بين الرديء والجيد، التنويع في انواع في الاجناس الادبيه، هذا هو المهم. صحيح. انا واحد من الناس ننتقي الكتب نتاعي، لا اقرا الرديء ولكن أقرأ كل شيء في الأجناس الأدبية. في النقد مثلا لا أقرأ هذه الكتب المتخصصة الممنهجة التي تنفرك أحيانا، ولكني أقرأ هذه الكتابات المختلفة. مثلا كي تقرأ تنظيرات كونديرا وكأنه أمامك يحدثك على كافكا وماكس برود ولا هيرمان بروخ وغيرهم. كونديرا ايضا في الكثير من اعماله النقديه ناقدا معقدا جدا ويتحدث عن الموسيقى في علاقتها بالروايه وعلى سيرفونتاس ثم سؤال محوري، رغم من يحدد ان هذا الكتاب هو رديء؟ اذا كان انت باش تمشي بافكار مسبقه نتاع قارئ اخر قال لك راهو هذه الروايه هي رديئه او هذا الكتاب هو رديء، فلما اذا الاكتشاف؟ والمقياس اللي حطه كمال مقياس انطباعي، قال انه الروايه عجبتك ولا ما عجبتكش. بالضبط، يعني معناها انت مطالب انك تقرا الروايه للاخر حتى تحكم ان هذا النص هو رديء ام لا. طيب. فبالتالي النص سيقرا. طيب. سواء انت لك عندك فكره مسبقه اللي هذا النص رديء والا لا، فستقرا الروايه. هل تقرؤون معاصريكم الكتاب الذين يعاصرونكم؟ أنا شخصيا أقرأ، وبهذه المناسبة سأقرأ لافايات وسأقرأ انتصار. شكرا يا عايشة. أهم شيء لو كان نوصلوا في الحلقة دي أنه أنتم تقرأوا الأربعة تقرأوا لبعضكم عمل إنجاز كبير. أكيد يعني أكيد. لأنه في تونس ثم مشكل أنه إحنا ما نقروش لبعضنا ونحكموا بالسمع. سامحني كمال، انا مؤخرا شاركت في تظاهره عملتها مندوبيه الجهويه نتاع الثقافه في سوسه، استمتعت فيها بالكدا ولقيت كتاب معين، لقيت روايه معينه شدتني على الاخر، فما يعني خذيتها بصفه تلقائيه، بالعكس انا فرحت انها موجوده وخذيتها بصفه تلقائيه. تتكلم على علي بن غذاهم الى غير ذلك. نعم. لما حسيت ان الموضوع شدني فمشيت لها من غير ما نشعر. يعني مثلا روايه جمال جلاسي. لا باي العربان. لا مش باي العربان، على نفس الشخص لكن اسمها باي البيات.
ربما جديده هذه مازالت هو عملها يراجع ويناقش في شخصيه علي بن غذاهم وفي الهاله التي احيط بها، وجايب يعني مستندات تاريخيه وكذا تقول انه علي بن غذاهم ما كانش بالصوره اللي الناس حطوها فيها. فبالنسبه لي انا شدني الموضوع مشيت لها، يعني بقطع النظر على انه معاصر ولا مش معاصر، انه معايا ولا مش معايا يعني. نعم. من يحب وليام فوكنر منكم؟ قرأت له الصخب والعنف. الصخب والعنف. ترجمة جبر إبراهيم جبرة. عندما سئل هل تقرأ أعمال معاصريك ماذا تتصورون أنه قال؟ إجابة فوكنر أكيد يقول لا أجد الوقت لقراءة أعمال معاصري. لا، هو كان يعاصره كبار الكتاب على فكرة. هيمنغواي وغيره. كان في صراع دائم مع هيمنغواي. طيب لنقرأ بعد. هل تقرأ أعمال معاصريك؟ لا، يقول الكتب التي أقرأها هي الكتب التي عرفتها وأحببتها عندما كنت شابا، والتي أعود إليها كما تعود إلى صديق قديم. العهد القديم، ديكنز، كونراد، سيرفانتيس، دون كيشوت أقرأ كذلك كل عام، كما يقرأ البعض الإنجيل، فلوبير، بالزاك، تولستوي، شكسبير، دوستويفسكي. هنا فوكنر، طبعا فوكنر هو العنف في حد ذاته، يعني حتى أنه كتاباته في العنف، آراءه أيضا في العنف، ويقول أحيانا أني لا أقرأ، أمر أمام المكتبة عندما أقف أمام دون كيشوت لسيرفانتيس أتأمله جيدا وثم أنسحب وأكون قد قرأت ذلك الكتاب. هنا طبعا ينطلق من فلسفة كاملة فوكنر، أنه هذا يعني قراءة الأعمال العظيمة القديمة التي تتحول مثل الأناجيل في الجنس الأدبي هذاك قد تغنيك عن قراءة المعاصر والمجايل لك. بالنسبة لي أنا ضد مبدأ التقديس هذا. أنت ضد فوكنر؟ خاطر مش رأيي هذا، أنا نقول لكم في رأيي. ضد مبدأ التقديس، لأنه لولا هذوكم أنت ما كنتش، ولو يعني أنت باش تكون لبنة في تكوين أشخاص آخرين، أنك تحصر الإبداع في مجموعة معينة أو في عصر معين ثم بعدهم يعني كسر القالب، فأعتقد أن هذا حيف في حق الآخرين. يعني ضرب للتطور. إذا قلنا وأنه نكتفي بالنصوص القديمة ونعتبرها في منزلة الأناجيل، فأنت طبيعي جدا أنك تقول أنك ضد التطور وضد ما يحدث وما يكتب جديدا، وضد نصك الذي سيصبح في حد ذاته فهمت نصا جديدا. أنا كمال آخر كتاب قريته هو اللي كاتب تونسي لصديقنا وليد سليمان، كوابيس مرحة. مجموعة القصصية. نعم، وهي مجموعة قصصية جيدة ورائعة، يعني فيها هذه التقنية السينمائية التي نحتاجها في الكتابة، ونحتاجها أن تدخل أكثر في تقاليدنا السردية التونسية بالأساس. طيب، ونحن نتحدث عن وليد نوجه له تحية، وإن شاء الله نقدموا مجموعته القصصية. ذكرني ذلك بمسألة ورشات الكتابة. هل تؤمنون بأن الكتابة صنعة لابد أن تدرس ربما مثل ما تدرس في العالم في أوروبا وفي أمريكا وفي غيرها كشكل من أشكال الفنون، أم هل جربتم أن يعني تقدموا أعمالكم لآخرين ربما لعملية تحريرها في أثناء التحرير؟ هل استعنتم بآخرين في كتاباتكم؟ أكيد أنا شخصيا استعنت بأستاذي لسنة البكالوريا الأستاذ طيب الجوادي، نوجه له تحية. لكن نؤمن بأنه أنت استعنت به كمصحح لغوي أم كمصحح لغوي، وفي نفس الوقت لتوجيهه في بعض الأشياء. لكن نرى أنه الكتابة لا يمكن، الأشياء الإبداعية عادة لا يمكن أن تدرس كما تدرس الحرف أو تدرس التقنيات. هل يمكن تعلم السينما دون أن تتعلمها مثلا؟ لا، قد تتعلم تقنيات السينما، لكن رؤيتك الإخراجية لن يعلمك إياها أحد. كيف ستصبح مخرجا؟ ستتعلم التقنيات. طيب، نفس الشيء بالنسبة للكتابة، وأنت تقرأ. أين ستتعلم تقنيات الكتابة؟ تتعلمها مما قرأته.
مما قرأته. لا يمكن. كيف مما قرأت؟ إذا كان أنت عندك تراكمات نتاع روايات قرأتها، فطبيعي جدا أنه يولي يعني عندك. أنت ماشي مع الإسفنجة. أكيد هي مرحلة من مراحل الكتابة. قريب نولي سبونج بوب. أكيد أنك تكرر القراءة أكثر من مرة، فهمتي، ساعات لعمل معين، فتكتشف في كل مرة الطريقة التي استعملها الكاتب في صياغة نصه. لا يضيع عليك الكثير من الوقت هذا؟ لماذا أنت تضيع الوقت في الكتابة فلما لا تضيع الوقت في القراءة؟ محمد عندك رأي في هذا؟ طبعا. بسرعة. كثير من الأصدقاء قرأوا الرواية قبل أن أنشرها ووجهوا لي ملاحظات. بالنسبة لي كيجيني صديق يقول لي نحب نكتب، طبعا نقول له أقرأ برشا، أقرأ كل شيء في الأجناس الكل، وحاول أن تنتقي الجيد. بالنسبة لورشات الكتابة السردية أنا معاها وضدها في نفس الوقت. نعم. ضدها لأنه لا يمكن أن الكتابة فن ولا يمكن تدريسه، يعني لا يمكن أن يصبح منهجا ثابتا، ولكن معها حاجة في أنها أحيانا تربح الكثير من الوقت في بعض الأشياء، مثلا في أمور تقنية، في عوض تستعمل كلمتين في جملة برك باش تعبر على حاجة برك، هذا مثال، تستعمل كلمة برك في التنقيط كذلك، لأنه التنقيط يدخل في سلاسة العمل وفي هذا النفس وفي كثير من الأشياء الأخرى التي قد تحتاج إلى وقت طويل لاكتشافها في عملك. ولكن الإديتور الكبير بالنسبة لي أنا، المحرر الكبير هو الوقت. يعني أنك تكتب عمل متاعك تبعد عليه، نشكو من الوقت تبعد عليه مدة. كبار الكتاب مثل جابرييل غارسيا ماركيز يفتح ورشات للكتابة في آخر حياته. هذا أعتقد لا يؤمن بالإلهام وبالوحي. لا طبعا، يعني لا يوجد شيء. بالنسبة لي أنا من سذاجة الاستسلام لمسألة الموهبة، موهوب في الكتابة، أي موهوب في الكتابة ثم ماذا بعد؟ نجم الموهبة ذيك توصلك أنك تعمل رواية، لكن ما تنجمش تخليك تعمل مسيرة كاملة متاع روايات. أنا نعتقد أنه الاستسلام للركود يقتل الكاتب. لما تستسلم الأسلوب أو تستسلم لمجرد رغبتك في أنك تكتب والسلام، لكن لما تشارك في ورشات، لما تقرأ أعمال نقدية، لما تشوف وتفتح عينيك على تقنيات، كتابتك تتجدد، تبعث فيها الروح كل مرة. مع كل رواية نكتشفوا حد جديد، أسلوب جديد، طريقة جديدة في الكتاب. هو ويليام فوكنر هذا معناتها الأمريكي المدعي يعني رغم أنه بهذا الادعاء وبهذه الشخصية هو ينكر تماما مسألة الإلهام، وعنده عبارة شهيرة كان رددها أيضا بعد ذلك ساراماغو، يقول: أنا لا أعرف شيئا عن الإلهام لأنني لا أعرف ما هو الإلهام، لقد سمعت به لكني لم أره أبدا. وهو يتحدث عن الصنعة، كيف الصنعة الروائية التي طبعا يشتغل عليها، هو لم يدخل ورشات طبعا للكتابة، لكنه هناك يعني لأنها مسألة تحول العمل الأدبي، تحوله كأنه رسالة ميتافيزيقية متعالية على الكاتب، هابط عليه يعني نزول كنزول الوحي، وبالتالي هو ما عنده حتى دور وما عنده حتى فضل فيها غير أنه مدها للناشر في شكل ورقة، وهو أمر غير صحيح. ليس هناك وحي رديء، إذا كانت هناك كتابات رديئة فالوحي يهبط مريقل. لا، لأنه هنا الكتابة مجهود ومعاناة وسهر وتجويد وترقيق، لك الكتابة وكتابة أولى وثانية وثالثة ورابعة، أحيانا يوصل الخامسة. لذلك تستعينين بالسيميائي هذا أنا حرة في الخيال، أنا حرة في الخيال. هي قيمة الورشات كمال أعتقد في الملاحظات اللي تنجم تتوجه لك، وفي قدرتك على أنك تدارك النص، تدارك الأخطاء قبل أن ينشر. يعني هذا هو، يعني لأنه إذا نشر النص فانتهى يعني. لكن الملاحظات في مرحلة الكتابة مهمة جدا. وإذا أنت مركز نفسه كنت تقول لي في فترة ما أنه كان يقدم نصوصه إلى مجموعة من القراء الشرسين الأشرار والشريسين الذين لا يرحمون بالنقد. نعم. يعني أكيد. هو عامل ورشة مركز في آخر عمره، كان عنده مجموعة من الشياب نتاعو أصحابه واللي هما ما يعجبهمش العجب، ويقول انه عندي مجموعه اخرى معجبين بيا برشا، لذلك نخليهم يشروا الكتاب بعد ما يتنشر. انما هذوما اللي ما يعجبهمش العجب يعطيهم المخطوط نتاعو حتى يقروه ويجوا بالمفهوم التونسي لهنا وبالمصطلح التونسي يجوا نبروا عليه وشيخين عليه على حاجات
خارجة، فيقول أعيد كتابة النص وفقا لتلك الملاحظات التي تأتيني من هؤلاء الأوغاد الأشرار. أنا في لافايات مريت بها المرحلة هذه، خذيت قرار أنه لافايات نوزعها على فئات مختلفة من الناس قراب لي بالطبيعة ونثق فيهم يعني ونرتاح الراي. اخترت ربة البيت. لازم ما ترتاحلوش اللي تشوفه، ما ترتاحلوش العدو نتاعك. لا نرتاحلوش معناها بمعنى أني أنا لا أخشى أنه يشوف عيوب لافايات لو فرضنا أنه فيها عيوب أو اخترت ربة البيت باش تقرأ، اخترت الطالب، اخترت التلميذ، اخترت الطبيب، اخترت مجموعة وباش نسمع الفيدباك على لافايات كل من زاويته. أنا حسيت أنه ردود فعلهم مهمة بالنسبة لي، يعني قد تكون لافايات يعني مرت وتعدت لكن صحيح. مهمة لما سيأتي بعد لافايات إن شاء الله. هو كمال الأمر يعني ربما عندي رأي مختلف شوية. الأمر قد يصبح عادة سيئة أحيانا لأنه يفقد الكاتب ثقته في نفسه، يعني ما إن انتهى من العمل حتى يسارع يعني ربما العمل الأول، ربما يعني لصديق حميم ربما يعني تريه العمل نتاعك تثق في رأيه. بالنسبة لك الكتابة عليها أن تبقى في السرية نتاعها في ثم الواحد يولي ما ينشروش بعد الوقت. من الأفضل أنه بمرور الوقت أنه يتعلم الكاتب أنه يصلح نصه بنفسه ويعمل عليه بنفسه. تحدثتوا عن نصوص كتبتموها قبل نشر العمل الأول، هذه النصوص أو المخطوطات الأولى كيف تنظرون إليها الآن وهي موجودة في أدراجكم؟ هل تضحكون؟ ماذا تفعلون لو امتدت إليها أيادي الأصدقاء أو يعني استضفتموهم مثلا في البيت وتحركوا في تلك الكواليس؟ ماذا تفعلون؟ بالنسبة لي أنا هذا أنا يعني فيما قد نكون في مراحل متعدده، لكن هذا انا في النهايه يعني لولا كان نصوص كتاباتك الاولى وعد يعني بالنسبه لي يجب اعدامها يعني لا بالنسبه لي انا هذاك لولا الكتابات هذيك راه ما جاتش مثلا الصمت او ما جاتش لافايات، فكانوا مرحله ضروريه، درجه ضروريه لازمني نطلع لها باش نجم نوصل نكتب في المستوى. كيفاش نجم تعترف لانه مهم الاعتراف، كلامك مهم برشا، كيفاش تعترف بالشيء الرديء ربما اللي كتبته في مرحله من المراحل وحتى تتقدم لقدام. انا على فكره نحكي لكم على طرفه عندي، اني انا كنت نكتب في قصائد رديئه جدا وبعد اقلعت عن الكتابه، لكن هذوما خليتهم هم رديئين يعني بمفهومي انا، برؤيتي انا للشعر، ربما يقراهم شخص اخر يشوف حاجه اخرى، هذوما مخليهم في الدار عندي كشكل من اشكال العقاب. اللي يجيني ضيف ما نحبوش يطول نقول له اجي نقرا لك شنو كنت نكتب في الشعر، فعاده انا نصوصي القديمه الكل المخطوطات محتفظ بهم ونعود من حين لاخر لقراءتهم، لانه اذا كان باش تقول لي انت واني ما نعترفش بالشيء هذاك ونحاول نظهر واني انا وصلت في المرحله هذه، فبالتالي ما كان قبلها غير موجود، فهو نفي لذاتك في تلك المرحلة. نعم للأسف الوقت وفاء، كانت جلسة مهمة معكم. إني جيت سؤال بسرعة وأنا أستحضر كلمة ليوسا ماريو فارغاس يوسا يقول: سأكتب حتى أموت، الكتابة متجذرة في طبيعتي، إذا لم أتمكن من الكتابة سأقتل نفسي لا شك في ذلك. ماذا ستفعل لو انقطعت عن الكتابة؟ انقطع عن التنفس. لا يمكن أن أتخيل ذلك أبدا. لا أتخيل ذلك أبدا. موافق يوسف. أنا موافق يوسف، تقتل نفسك. جميل أن ننهي هذا اللقاء بهذه الأفكار السوداوية الجميلة. فإذا اقرأوا بكثافة، اقرأوا حتى آخر رمق، عوض أن كما يفكر يوسا بأن يكتب لآخر لحظة، فدعوة إلى القراءة. هذا انتصاب أسود لأيمن الدبوسي، رواية صادرة عن دار الجمل بألمانيا، هذه رواية لمحمد الأحباشة طبعا خلدون ميشيل، رواية جميلة ندعوكم إلى قراءتها. رواية صديقتنا هند لافايات، رواية صادرة عن دار المتوسطية للنشر، لاحقوها هذه الرواية. نعم
لحقوها. ليلة التأبين أنيس العبيدي أيضا عن دار ورقة للنشر، ندعوكم إلى قراءة هذه الرواية الجميلة أيضا. تحية أيضا نسوقها إلى شكري المبخوت، صديقنا شكري المبخوت، بصدور مجموعته القصصية الأولى بعد روايته الطلياني عن دار العين المصرية، السيدة الرئيسة. المجموعة القصصية والروايات موجودة في المكتبات باستثناء رواية أيمن، في انتظار عودتها قريبا، تصل قريبا في معرض الكتاب. ربما يكون لها، أكيد سيكون لها حفل توقيع. سعيد بأن كنتم معنا في هذا اللقاء الأول على أساس أنكم تعودون إلى بيت الخيال. شكرا على هذا الحضور. شكرا للمشاهدين على متابعة بيت الخيال لهذه الليلة حول أسئلة الكتابة والعمل البكر. نلقاكم في حلقة جديدة من بيت الخيال بفتح باب آخر من غرف البيت عن موضوع آخر حول الكتابة والأدب والفنون. إلى اللقاء.